السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على هالتعليقات الحلوة للجماهير العراقية. صدقا أنا لما عم بحكي عن المنتخب العراقي عم بحكي عن منتخبي. أنا بعتبره المنتخب الثاني بعد المنتخب السوري اللي أنا بشجعه. منتخب العراق منتخبنا، منتخب العرب، شي بيرفع الراس. يعني عن جد شكرا لكم على التعليقات الإيجابية، على التعليقات الحلوة اللي أعطيتوني إياها، يلي خليتوني ارجع اسجل مقطع فيديو على التشكيله اللي انا بتوقعها لمباراة المنتخب العراقي قدام بوليفيا. هاي على قد ما قدرتي، يعني جمعت التفاصيل عن اللاعبين اللي ممكن يشاركوا بكره، وارجو منكم بالتعليقات تكتبوا لي انا لاعب ممكن انا خربطت بلاعب او لاعب ما هو بمركزه. ارجو منكم الجماهير العراقيه الكبيره والمحترمه والاكابر انه تساعدني بهي التشكيله. هلا بحراسه المرمى احمد باسل، حسين علي وزيد تحسين واكام هشام وسلوقة، هدول بخط الدفاع. بينما زيد اسماعيل وامير بخط الوسط ارتكاز، يعني على اليسار ماركو فرج، بيتر كوركيس على اليمين. بينما بخط الهجوم مهند علي وايمن حسين. انا شفت اكثر من مقطع فيديو او شفت معلقين ومحللين المنتخب العراقي عم بيقولوا انه بيلعب ب 4-4-2، بطريقة 4-4-2. أنا اتخذت إذا هي ب 4-4-2 بيكون هذا التشكيل الأفضل. بينما إذا بده يلعب المدرب أرلوند بغير تشكيلة 4-5-1، بيحسن يسحب لاعب ويحط لاعب في قلب المباراة. هذا كان كل شيء لليوم. إن شاء الله فوز وتأهل للمنتخب العراقي.